ملي دخلتي لهذا الفيديو فراك اختاريتي الخيار الصحيح. عارف بلي الاغلبيه ديالكم دابا دوز الدوره الاولى غير بالضحك وما كيهزش الكتاب، وهذا الشيء ما كيبشرش بالخير، خصوصا اللي عندهم الجهاوي ولا الوطني. وملي اختاريتي الفيديو ديالي يعني انت حاليا مازال ما بديتي المراجعه، او لا بديتي وكتحس براسك تالف وما عارف ما دير. واللي غادي نقول لك هو هذا الشيء راه عادي وكيطرى لجميع التلاميذ في هذه الفتره، ولكن فوقاش ما غاديش يولي عادي ملي غادي تكمل بنفس الوتيره في الدوره الثانيه وما تصلحش الاخطاء اللي كنتي كدير. وهذا الشيء بالضبط اللي جيت نهضر عليه في هذا الفيديو، حيت جيت نوريك كيفاش تبدا المراجعه من الاول، سواء عندك وطني ولا جهوي ولا حتى واخا ما يكون عندك والو. المهم هو انك تدارك الموقف قبل ما يفوتك الفوت. داكشي علاش غادي نقول لك ما تضيع حتى شي دقيقه من هذا الفيديو، حيت غادي يفيدك بزاف ويقدر يبدل النتيجه ديالك. وبطبيعه الحال ما تنساش تدعمني بلايك وشي تعليق تقول لي شنو تبغي في الفيديوهات الجايين، وباش يوصلك كل جديد ما تنساش دير متابعه. المهم بلا ما نطول عليكم نبداو في الفيديو ديالنا. وقبل ما نبداو نهضروا على الحلول اللي تقدر ديرها، خاصنا نعرفوا الاصل ديال المشكل وعلاش انت ما قريتيش في الدوره الاولى، والاخطاء اللي كيطيحوا فيها بزاف ديال التلاميذ. من اول الاخطاء اللي غادي نهضروا عليهم واللي كتخلي التلاميذ ما يقراوش ويضيعوا وقتهم، واللي هو التاجيل. كتكون جالس شاد التليفون كتجيك الفكره ديال تنوض تقرا، ولكن ملي كتفكر باللي الفروض باقي عليهم الوقت وانت مستمتع بالتليفون او لا خارج، كتقول مع راسك ما نضيعش هاد المتعه ونوض نقرا، حيت كيف ما عارفين القرايه ممله بزاف. وهذا الشيء اللي كيخليك نهار على نهار ما تقراش، حتى كيجي الفرض وكتلقى راسك ما موجد والو. واخا كتبغي تقرا ليه وتوجد كتلقى بلا الدراسه ولات صعيبه، صافي كتستفتر وكترجع تكمل داكشي اللي كنتي كدير. وهذا من المشاكل اللي ما غاديش تخليك تقرا. ملي استسلمتي بحال حكمتي على راسك بانك ما غاديش تفهم الدرس. ومن اخطر المشاكل واللي انا كنعتبره هو اكبر عائق للتلاميذ واللي هو التليفون، وبالاخص السوشيال ميديا. حيت لا جيتي تشوف شنو كدير في النهار ديالك ملي كيكون عندك الوقت خاوي، غادي تلقى غير انستغرام تيك توك والريلات، وانت ما عارفش القيمه ديال هذا الوقت اللي كتضيع. حيت كون كنتي كتقرا كيف ما كتشد التليفون كاع ما غادي يكون عندك مشكل. وهذا الشيء اللي قلت لك دابا الا حسيتيني كنهضر عليك فراك انت ماشي فاشل، ولكن غير ما عرفتيش كيفاش تصلح الاخطاء ديالك. وانا دابا جيت نعاونك، فراه الا طبقتي هذا الشيء اللي غادي نقول لك راك غادي تكون مزيان. دابا نبغيك قبل ما ندوزو للحلول التطبيقيه تحيد واحد الفكره من راسك، واللي هي راه ما بقاليش الوقت. ما حد العام الدراسي باقي مساله، فراه باقي لك الوقت. وما تقارن راسك مع حتى شي واحد. الا ثقتي في راسك والتزمتي بالقرايه ديالك غادي تكون حسن من النسخه ديالك اللي كانت غير تالفه وما عارفه ما دير. فراه الا ما ثقتيش في راسك شكون غادي يثيق بك وشكون اللي غيامن بك؟ داكشي علاش دير الثقه في الله وفي راسك وبدا وما تضيعش الوقت. اما دابا نهضروا على شنو خاصك دير. اول حاجه نقولها لك هي راه الا بديتي الماده بلا اساس راك غير كتخربق. ضروري خاصك تعرف الاساسيات ديال ديك الماده، وبدا من الدروس الاولين والساهلين عاد دوز لداكشي الصعيب. بهاد الطريقه غادي تكون عارف اش كدير ماشي غير تالف. وحاول من مور هاد الفيديو بالضبط دير واحد الوقت ديال الدراسه محدد، واخا غير 45 دقيقه او لا ساعه، ولكن ديما ما تحبسش، حيت بزاف كيبداو بحماس وكيقراو 3 ديال السوايع، ولكن من مور يومين ولا 3 ايام صافي كيحبس. وهذا هو الخطأ. من الأحسن دير غير واحد الوقت محدد وتفهم فيه غير بشوية عليك الفكرة ديال كل درس وتعرف تشرحو لشي صاحبك، فراه هكا حسن. ومن بعد إلا بغيتي تزيد السوايع القراية ومن بعد إلا حسيتي بلي السوايع اللي كدير مبقاوش كافيين لك، راه ماشي مشكل تزيد السوايع ديال القراية. وكيف ما قلت لك التليفون هو أكبر عدو ديالك في القراية. إلا ما عرفتيش كيفاش تغلب عليه وتحيدو
راه غادي تبقى غير تأجل وما غاديش نوض تقرا، حيت الدماغ ديالنا كيبغي الراحة وغادي يفضل تجلس تشد التليفون على انك تنوض تقرا. داكشي علاش خاصك تكون واعي بهادشي وتعرف تسيطر على راسك وتغلب على دماغك وتنوض تقرا غير ديك ساعة. وباش تعرف راه اي تقدم درتيه راه بحد ذاته انجاز. ما تقولش هاد الساعة اللي درت ما استفدتش فيها والو، راه ما حدك نطي وحيدتي التليفون وبقيتي كتقرا، راه هذا انجاز. ماشي مهم واش فهمتي ولا لا، حيت مع الاستمرارية غادي تولي تفهم. المهم ما تحبسش. يعني اللي غادي نبغيك دير دابا، خذ ورقة وستيلو وكتب الأهداف ديالك اللي باغي توصل ليهم، حيت كاين دراسات كيقولوا باللي 80% من اللي كيكتبوا الأهداف ديالهم كيقدروا يوصلوا ليهم، عكس اللي ما كيكتبوهمش. حط واحد النقطة في راسك وراه غادي تجيبها. شوف المواد اللي انت ضعيف فيهم وعطيهم وقتهم وحاول تركز عليهم. وحاول إلا شفتي السوشيال ميديا كتضيع عليك وقتك حيدها حتى تشوف راسك قادر توازن بينها وبين القراية، عاد رجعها من بعد. وغير باش تعرف، الدورة الأولى ماشي هي اللي كتحدد المستوى ديالك، الاستمرارية ديالك هي اللي كتحددو. إلا بديتي من دابا كتصلح الأخطاء اللي درتي وتطبق هادشي كامل اللي قلت لك، فراه غيكون واحد الفرق كبير. ما تبقاش تحس بالأيام اللي ضاعوا، ركز على داكشي اللي جاي، حيت إلا زدتي تعطلتي راه غادي تصعب غير على راسك. إلا وصلتي لهنا راه باقي الأمل، خاصك غير تبدا وما توقفش. إلا عجبك الفيديو ديالي ما تنساش تدعمني وخليو لي الأسئلة ديالكم في لي كومونتير.